اتعلم وابدع. مراكز الشباب على طول وعرض المحروسة عليها أدوار عظيمة جدا جدا، لأنه بتخدم 65% من شعب مصر اللي هم شباب مصر. ولما تخدم شباب مصر أنت بتعمل قاطرة تنمية ثقافية وتقاليد وعادات وقيم ورياضة وبناء إنسان، كل هذه المنظومة بشكل كبير جدا. الحديث عن مراكز الشباب بالأخص في محافظة الجيزة النهارده دكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة. دكتور محمود نورتني وسعدتني، وصباح الفل. صباح الفل على الشعب المصري، وإن شاء الله بإذن الله نكون ضيوف خفاف كده إن شاء الله. أنت منورنا يا دكتور. ربنا يبارك لك. أنا بحب المبادرات اللي ليها هدف وليها قيمة وتخدم الإقليم بتاعها وتبني، لأنه إحنا في مصر محروسة بعد 2014 كل جزئية في مصر فيها بناء، واعظم البناء انك تبني في الشباب لان هم قاطره التنميه بشكل كبير جدا. اولا هروح فكره المبادرات، ودي مبادره اعتقد خاصه بكم انتم في مراكز شباب الجيزه، فلازم نتكلم عنها بشكل كبير. اتفضل يا دكتور. يعني هي رؤيه مصر 2030 وتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنصب على الاستثمار في البشر وبناء الانسان. صحيح. عشان كده كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه مدي اهتمام كبير جدا للاستثمار في البشر ودور مراكز الشباب ان هي تكون مراكز تنويريه وتوعويه وتعليميه. مراكز الشباب هدفها الاساسي تكوين الشخصيه المصريه. ما بتوقفش على الكوره بس، الكوره احنا عندنا رياضه بشكل كويس ودي سمه الشعب المصري كله بيحب الرياضه، انما بجانبها في انشطه ثقافيه وتعليميه وتربويه وكشفيه داخل مراكز شبابنا. عشان كده احنا اشتغلنا مراكز شباب في الجيزه. انت بتتكلم على محافظه من اعرق محافظات مصر. هي تاريخ مصر القديم من خلال الاهرامات الموجوده. صحيح. وتاريخ مصر الحديث من خلال المتحف المصري الكبير. صحيح. بنتكلم عن 13,000 كيلو متر مربع، بتبدا من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، من اطفيح والواحات حتى الواحات البحريه. 217 مركز شباب متقسمين ل 193 مركز شباب. عندنا 15 مركز تنميه شبابيه، 9 مجالس امنا، مساحات كبيره جدا. عدد سكان وصل داخل على 10 مليون نسمه. بتتكلم على شريحه كبيره. الشباب والرياضه ما بتهتمش بالفئه العمريه بس الشباب، ولكن النشء والشباب والرواد والفتاه والمراه حتى قادرون باختلاف. صحيح. عشان كده بدأنا ان احنا نشتغل بفكر خارج الصندوق، ودي المبادرة اللي اطلقتها الشباب والرياضة بالجيزة تحت رعاية معالي الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور احمد الانصاري محافظ الجيزة. وجات لنا الفكرة ان احنا ننمي قدرات ومهارات شبابنا. مع بداية الاجازة الصيفية بندي 3 ايام، يوم بيبقى خاص بالسبت بيتعلم فيه اساسيات اللغة الانجليزية. صفك عندنا من ضمن مبادرات صفك عندنا. صفك عندنا اللي اطلقها معالي الوزير جوهر نبيل الاسبوع الماضي، وكان عبر الفيديو كونفرنس ل 217 انشطه متعدده داخل مراكز الشباب. يمكن كان عندنا في اليوم ده 762 برنامج متعدد، مش برامج رياضيه فقط ولكن برامج قادرون باختلاف، برامج تثقيفيه، برامج كشفيه، تمكين الفتاه والمراه، الموهبه والبطل الاولمبي. البرامج دي استفاد بيها في اليوم ده 32,000 كانوا موجودين داخل مراكز شباب الجيزه. مبادره صفك عندنا مبادره كبيره جدا متشعبه، داخل فيها عدد كبير من المبادرات، ومنها مبادره اتعلم وابدع داخل مراكز شباب الجيزه اللي هدفها تنميه المهارات الاساسيه والتعليميه لاولادنا. مع بدايه الصيف بدانا ان احنا نفكر ان ازاي ننمي النواحي الفنيه والرسم عند اولادنا. اساسيات اللغه الانجليزيه، الخط العربي، على مدار 3 شهور 7 و8 و9 بيستفيد بيهم 45,000 من نشء الجيزه اللي هم تحت سن 10 سنوات. انا بحب الارقام جدا، ارقام اكثر تعبيرا بشكل كبير جدا. دكتور محمود، زمان ما كانش لينا ملاذ غير مركز شباب. ما فيش، هتروح لازم تمارس كل الالعاب موجوده، لانه ما كانش فيه التكنولوجيا، لم تكن بهذه الصاروخيه الموجوده فيها. لكن دلوقتي الدنيا اختلفت، تكنولوجيا صاخبه، سوشيال ميديا، في اوقات الفراغ ممكن تقضى بعيد عن مراكز الشباب. ازاي تكون مراكز الشباب مش في الجيزه بس، يكون في مصر العربيه جاذبه لكل انماط الشباب وفعاليات قويه جدا نستطيع من خلالها فعلا فكره بناء الانسان؟
يعني احنا عايزين نتفق على حاجه ان حصل تعديل في البنيه التحتيه لمراكز شباب خلال ال 12 سنه اللي فاتت، وده يرجع للدوله المصريه والاتجاه نحو الجمهوريه الجديده. مراكز شباب اصبحت قبله للاسر المصريه. مراكز شباب دلوقتي احنا بنتكلم عن حمامات سباحه موجوده داخل مراكز شباب القرى. فلما يكون في مراكز شباب قريه في حمام سباحه ده يفرق كتير جدا طبعا. يعني عايز اقول لك في حمام سباحه تم افتتاحه اخيرا في مدينه اطفيح بتكلفه انشائيه تعدى ال 12 مليون جنيه. الدوله المصريه ووزاره الشباب والرياضه عاملينه لاطفيح. وجود الحمام السباحه ده بيعيد الخريطه الاقتصاديه والاجتماعيه للمكان، الاجتماعيه على وجه الاجتماعيه بالذات. وبالتالي كمان نقطه مهمه جدا، اكتشاف الموهوبين. حضرتك انت بتوسع قاعده الممارسه لاولادنا في قطاع كبير جدا يقدر ان هو يمارس السباحه، ومن خلاله ممكن نجد ابطال رياضيين في هذا المجال. صحيح. انت بتتكلم على 74 حمام سباحه في الجيزه في انديه او مراكز شباب. البنيه التحتيه تم تغييرها، وده فخامه الرئيس شغال عليه من على مدار 12 سنه. وبعد كده بدانا نشتغل على بناء الانسان من خلال توفير بنيه تحتيه. صحيح. اصبحت مراكز شباب، بتتكلم على مراكز شباب مصر زي ما انت قلت لحضرتك 4500 مركز شباب، مراكز بقى مراكز تنويريه ومراكز تعليميه. التغيير الملاعب اللي موجوده والملاعب الخضراء والنجيل الصناعي، حمامات السباحه اللي موجوده، مناطق الالعاب اللي موجوده. بنلاقي في الصف عندنا موجود ملعب بدل في الصف. طبعا. في الصف اللي هو في جنوب الجيزه موجود. صحيح. فرق خماسي وفرق ممارسه الفتاه والمراه للرياضات اللي كان موجود قبل كده ما كانش حد بيقدر يمارس الرياضه. صحيح. فوجود البنيه التحتيه ساعد التغير التكنولوجي وخلق بيئه جديده كمان للمجتمع والاستثمار في البشر. خلاص انت بقى في نوع من الامن والامان لابنك او بنتك ان انت توديهم مراكز شباب نتيجه ان في بنيه تحتيه معموله بشكل كويس. طب ده شيء رائع جدا. في وظائف مش مجرد وظيفه، هي الاساس فيها رساله، ورساله عظيمه جدا، واللي بيأديها اولا يثاب عند ربنا بشكل عظيم جدا، وهو يبقى مؤثر بشكل كبير جدا في المجتمع. منهم الناس العاملين داخل مراكز الشباب، لان هو عنده رساله عظيمه جدا بتساعد مع الدوله في كل ما تقوم به الدوله المصريه، زي مبادره بناء الانسان. فانت بتبني بجد، بتبني انسان وشاب بناء حقيقيا تحميه وتحمي المجتمع من آفات موجودة بشكل كبير جدا. ازاي فكرة تدريب الكوادر الموجودة داخل مراكز الشباب او وزارة الشباب والرياضة على حمل المسؤولية وتقديم هذه الرسالة على اكمل وجه؟ عايزين نتفق ان البرامج اللي بتنظمها وزاره الشباب والرياضه والمديريات ومراكز الشباب تم تغييرها بما يتوافق مع الميول ورغبات الاولاد دلوقتي واحتياجاتهم. صحيح. وبالتالي بقى في عندنا موجود برلمان طلايع وبرلمان شباب ونموذج محاكاه مجلس الشيوخ. عظمه. بنشتغل على العقل والفكر والتوعيه. القضيه الخطيره اللي هو كان بيتكلم عليها فخامه الرئيس في 2013 و2014 هي قضيه الوعي. وبالتالي استراتيجيه وزاره الشباب والرياضه بدات تتجه الى الفكر والعقل من خلال اداره كبيره جدا اسمها اداره التعلم المستمر للناشئ والشباب. هدفها الاساسي توعيه وعي شبابنا. صحيح. من خلال برامج للتنشئه الاجتماعيه، من خلال برامج للحقوق والواجبات، من خلال البرلمان الطلائع وبرلمان الشباب. يمكن عايز اقول لحضرتك ان بعد بكره ان شاء الله باذن الله هيتم تدشين مبادره اسمها صوت الجيزه لبرلمان شباب الجيزه، تحت رعايه معالي الوزير ومعالي المحافظ، بحضور جلسه برلمانيه بحضور معالي الوزير احمد الانصاري محافظ الجيزه، اللي هيطلق المبادره من خلال جلسه برلمانيه. شبابنا هو اللي بيقدم الحلول، شبابنا هو اللي بيقدم الابتكارات، شبابنا هو اللي بيقدم طلبات الاحاطه للمسؤولين التنفيذيين والحلول. وده شيء كبير جدا. يعني مصداقا لكلامك، احنا استضفنا كتير جدا هنا نماذج من الشباب اللي كانوا مشاركين في برامج المحاكاه لمجلس الشيوخ ومجلس النواب. بجد حاجه عظيمه جدا وحاجه مشرفه عالية. حاجه مشرفه. وده يديه مؤشر ان الشباب المصري كله يعني عظيم بشكل كبير جدا. دكتور محمود، زمان كانوا بيعملوا لنا معسكرات الكشافه، ونروح نعسكر ونخيم في اماكن كثيره مختلفه، وتلاقي بقى في هذه المعسكرات يجي لنا ناس قدوه يبداوا يدونا محاضرات، يعلمونا الشباب، التقاء الشباب مع بعض بشكل كبير جدا في مكان واحد، يتعلموا اشياء كثيره جدا. فكره المعسكرات زي معسكرات الكشافه دي، هل
موجوده ولا ترجع تاني ولا ايه بالظبط؟ لا هي موجوده، مش ترجع تاني، هي موجوده وتم تطويرها بشكل كبير جدا. وفي اداره كبيره اسمها اداره تنميه النشء والشباب بالوزاره شغاله جزء منها على البرامج التطوعيه والكشفيه لاولادنا داخل مراكز الشباب. صحيح. وفي دور كبير جدا في اداره تنميه الشباب داخل كل مديريه شغاله على البرامج التطوعيه والكشفيه، وفي مسابقات بين ولادنا وفي مهرجانات بتتعمل. يمكن اللقاء الاخير اللي كانوا موجودين فيه في الجيزه، وكان عندنا معسكر كشفي وبيعود الولاد على اللي هو تحمل المسؤوليه، الولاء والانتماء للوطن من خلال الكشافه والتطوع. صحيح. في عندنا برامج تطوعيه بشكل كبير جدا بتطلقها وزاره الشباب والرياضه. في عندنا برامج خاصه بالتمكين، تمكين الفتاه والمراه والتمكين والتشغيل من خلال التدريب على حرف يدويه، وعمل معارض للولاد اللي هم اصحاب الحرف اليدويه، بنسهل لهم عمل معارض داخل الانديه الكبيره اللي موجوده عندنا في الجيزه. رائع جدا. طب لما اشتغلنا على مراكز الشباب وداخل مراكز الشباب، لو شفت النجوم الكبيره جدا قلت له طلع مين، يقول لك طلع مراكز الشباب فلان. اكيد. ازاي تبقى فيه هناك في المراكز الشباب العين الثاقبه اللي شايفه هذا الموهوب ونبدا نشتغل عليه؟ يعني الكل يتكاتف علشان هذا الرجل او الشاب اللي هو ممكن نجني ثماره بطل عظيم جدا في مجال من مجالات الرياضه. بص، في اولا بعد نجاح المنتخب المصري والوصول لدور ال 16 لاول مره في تاريخ مصر، ان هو مصر وصلت 4 مرات لكاس عالم. كل مره كنا بنطلع من الادوار التمهيديه، انما احنا قدرنا نوصل لدور ال 16، كنا اداء قوسين وادنى من الوصول يعني وبالتالي حصل تكريم شعبي لهم. فخامه الرئيس قابل المنتخب المصري. صحيح. وده تكليفات الاهتمام بالموهوبين وخاصه الموهوبين في كره القدم والالعاب. صحيح. الاخرى. وبالتالي الملف ده شغال عليه كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه عن طريق الكشافين اللي يبقوا موجودين في ال 27 محافظه، وتم اختيار 7 اماكن بيكونوا مؤهلين لاختيار الكشافين، انما الكشافين دول يبقوا موجودين في ال 27 محافظه من خلال الانتقاء الجيد لولادنا للانشطه الرياضيه. وعايز اقول لحضرتك مش الكوره بس، لكل في مشروع كبير جدا، مشروع الموهبه والبطل الاولمبي اللي موجود في كل مديريات الشباب والرياضه، الاشراف الفني من الاتحادات، الاشراف المالي والاداري والخطط من خلال وزاره الشباب والرياضه. وعندنا ابطال حققوا ميداليات اولمبيه وميداليات على مستوى العالم ومستوى افريقيا من خلال الموهبه والبطل الاولمبي. طب المتجردين اللي قال عليهم السيد الرئيس، يعني في اختيار انه اختار الموهوبين من كل مكان، السيد الرئيس تحدث على فكره المتجردين، محتاجين كشافين المتجردين اللي هم عندهم اخلاص وعندهم حب شديد للبلد وعندهم حرص على هذه الموهبه ان تصل الى المكان اللي اكيد. بص، الرياضه ما فيش فيها وساطه. ليه؟ لان الرياضه ظاهره. انا ممكن حضرتك اختار ولد يكون مميز جدا لان الناس بتشوفه، مش هتقدر تختار ولد يكون مستواه الفني قليل جدا، لان مش هيتدارى، ده هيبقى موجود على الشاشه وبيبقى معمول له قياسات بدنيه وقياسات فسيولوجيه هيقدر يحقق ايه في القريب العاجل وعلى مدار سنه. انما في تخطيط كبير جدا على ملف الموهوبين رياضيا وخاصه الالعاب الفرديه وكره القدم. صحيح. قطاع الشباب، تبادل الخبرات بين الشباب مثلا الجيزه واسوان، سوهاج واسكندريه، ده شيء عظيم جدا وبيخلق حاله عظيمه جدا بين الشباب المصري في كل مكان، زي ما حصل في مؤتمرات الشباب. لما انطلقت مؤتمرات الشباب وبدات القياده السياسيه تزرع الامل من جديد في نفوس كل الشباب، برضه كان في خطار الشباب يروح اسوان ويشوف بقى العظمه المصريه. قطار الشباب لا موجود. قطار الشباب وفقا لبرنامج اعرف بلدك اللي موجود، التعرف على اثار مصر القديمه والحديثه، موجود قطار الشباب، موجود التبادل الزيارات مش داخل مصر بس في محافظات مصر، لا ده موجود دلوقتي. الشباب المصري بيوصل لروسيا وبيروح الامارات، وفي تبادل زيارات بين الشباب المصري الشباب الصيني موجود. الوزاره شغاله على النهج ده سواء داخليا او خارجيا. صحيح. يعني ده شغال بشكل قوي جدا، موجود بشكل كويس جدا، عظيم جدا. اتكلمنا عن اختيار الشباب وازاي نختارهم بجد ونفعل ده ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل عظيم جدا. تبادل الخبرات في الشباب، يعني عندي داخل مركز شباب في 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 اي مركز من مراكز الجيزه، حد
عبقري وموهوب، انتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ ويوصل ازاي صوته او قيمته المبدع فيها من خلال مراكز الشباب عنده؟ بص، وزاره الشباب عامله مشروعات كبيره جدا من خلال اكتشاف الموهوبين والمبدعين في كل المجالات، من خلال الفن والموسيقى والكورال موجود، والمسرح، أيوة. والقصه القصيره، مهرجان كبير جدا شغالين عليه. المبدعين في المبادرات وازاي تقدم مبادرات، قطاع كبير جدا، قطاع النشء والشباب شغالين عليه. بيوصل الشروط بتنزل من الوزاره، بتتعمم على المديريات عشان تقدر توصل لكل مركز شباب، بنعممها على كل مركز شباب وتبقى بصوره مصغره. بيتعمل تصفيات على مستوى كل اداره، بعد كده على مستوى كل مديريه، بعد كده على مستوى الجمهوريه. صحيح. قطاع كبير جدا، قطاع المبدعين في كل المجالات. عشان كده بقول لك ان الشباب والرياضه هي مرتبطه ب العمر الفرد من اول انشائه، من اول ما اتولد لغايه العمر الطويل له. مش شغالين على الشباب بس، انما عندنا رواد، عندنا الفتاه والمراه، عندنا قطاع كبير جدا فيه اهتمام كبير قوي، قطاع قادرون باختلاف. طبعا قادرون باختلاف واخدين اهتمام كبير، ويمكن فخامه الرئيس كل سنه بيعمل مؤتمر الخاص بيه قادرون باختلاف. الجيزه فيها 10 مراكز لتنميه الابداع والتخاطب داخل مراكز شبابنا. صحيح. الخدمات اللي بتقدم لاولادنا من قادرون باختلاف خدمات مجانيه. يعني بنتكلم على مركز شباب الصف، موجود في مركز تخاطب بيقدم تنميه المهارات الحسيه لاولادنا وعليه، وفي ولاد داخله في الويتنج كمان. مركز شباب مسجد موسى موجود فيه قطاع كبير جدا، موجود فيه مركز تخاطب. الجيزه فيها 10 مراكز تخاطب بيقدموا خدمات، وده قطاع كبير جدا في وزاره الشباب والرياضه، وفقا لبروتوكول معمول مع مؤسسه زايد الخيريه لذوي الهمم بدوله الامارات العربيه المتحده. انشأ اكثر من 120 مركز شباب داخل مديريه الشباب والرياضه ومديريات الشباب والرياضه على مستوى مصر، ومنهم الجيزه فيه 10. عظيم. ما حدش بيشتغل لوحده يا دكتور محمود. اكيد. ووزاره الشباب والرياضه منوط بها الشباب. وزاره التربيه والتعليم عندها عدد كبير جدا من الشباب موجودين. وزاره الثقافه منوط بها الثقافه والفن. ازاي بيشتغلوا مع بعضكم كمنظومه؟ ما حدش بيشتغل لوحده. نعمل بروتوكولات تعاون بيننا وبين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه، عشان وزاره الاتصالات عشان تدعمنا بشكل قوي جدا في وسائل الاتصالات والانترنت وما الى ذلك، عشان الشباب برضو الدنيا اختلفت بشكل كبير. عايز اقول لحضرتك ان الجمهوريه الجديده ما بقاش حد فيه بيشتغل لوحده. صحيح. في جزر منعزله. صحيح. كلها بقى في تشابك وترابط بين مؤسسات الدوله الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني. صحيح. ومنها ان معالي وزير الشباب كابتن جوهر نبيل عامل بروتوكول تعاون مع الاوقاف شغالين فيه. صحيح. عامل تعاون مع الازهر في الرواق الازهري. هايل. عاملين تعاون مع التربيه والتعليم واستخدام ملاعب المدارس اللي هي ما فيش فيها ملاعب بالقرب من مراكز الشباب بيستعملوها. ممتاز. مع الثقافه، مع وزاره الاتصالات في دعم البرمجيات وتزويد مراكز شباب بحاسبات آلي ودورات تدريبيه. ما فيش حد بيشتغل لوحده في الجمهوريه الجديده. في دلوقتي تشابك وترابط بين المؤسسات، حتى مع المجتمع المدني. صحيح. في بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الكبيره اللي تقدر تقدم خدمه للمواطن. هدفنا الاساسي البناء الانساني والاستثمار في البشر. هايل. طيب، عندنا مبادره عظيمه وزي ما بنسميها مبادره القرن، حياه كريمه. حياه كريمه دي بتخاطب حوالي 70-80 مليون مواطن مصري، وبتخاطب كل المحافظات. كان فيها محافظات مهمشه ما فيهاش خدمات، لكن دخلت حياه كريمه على كل هذه المحافظات، القرى والنجوع والمراكز والمحافظات انفسها. ومن ضمن هذه السلسله التعاونيه في كل الوزارات، كل وزاره تنزل منها وزاره الشباب والرياضه. ما احدثته حياه كريمه هذه المبادره العظيمه جدا في منظومه زي منظومه مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والكلام ده كله. عايزين نتفق نقول ان مبادره حياه كريمه من ارقى واعظم المبادرات اللي اطلقت في القرن العشرين. صحيح. ما تقلش عن حفر قناه السويس وما تقلش عن السد العالي. صحيح. عايز اقول لك ان اللي هي بتمس شريحه كبيره جدا من المجتمع المصري، اهالينا في الكفور والنجوع، واللي مش واصل لهم خدمات سواء صحيه او تعليميه او خدمات في مراكز الشباب. صحيح. فيرجع الفضل للدوله المصريه وفخامه الرئيس للاهتمام بالقرى الاكثر احتياجا. حياه كريمه في الجيزه اشتغلت على ادارتين كبار قوي.
اشتغلت على الصف واطفيح في اقصى جنوب الجيزه. بنتكلم على 41 مركز شباب تم تطويرهم بشكل احترافي، سواء من حيث الملاعب، من حيث الانشاءات داخل المقرات المباني الاداريه، رفع كفاءه الاسوار ورفع كفاءه. ده انا عايز اقول لحضرتك ان تم انشاء مركز شباب جديد اسمه مركز شباب الدسمي بتوجيه رئاسي، نتيجه لان في 2020 حصلت سيول على اهالينا في قريه الدسمي، وبالتالي تم وجاهز للافتتاح الرئاسي دلوقتي موجود، وبدعم كامل من كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه. المركز شغال دلوقتي وانا بكلم حضرتك، مركز شباب الدسمي في مدينه الصف، وبالتالي الصف واطفيح حازوا على نسبه كبيره جدا في تطوير البنيه التحتيه والمنشآت الرياضيه داخل مراكز شباب، وبالتالي بقى في فرصه كبيره جدا. عشان كده بقول لحضرتك ان الفتيات في الصف بداوا يمارسوا الرياضه، ودي مخالفه للقواعد والتقاليد، نتيجه ان بقى في بنيه تحتيه بشكل كويس تقدر مراكزنا بقت مراكزنا امنه للممارسه الرياضيه والممارسه الثقافيه والتعليميه. دكتور محمود الصبروت، بتمنى لكم كل توفيق، لانه بتأدوا رساله عظيمه جدا جدا لشباب مصر العظيم، ودوركم دور عظيم. نورتين دكتور محمود، شكرا لك، متشكرين جدا.